انا مبسوطة قوي يا باري ان عيد الحب قرب. وانا كمان. ايوه بقى يا حجيج، انت سمعت اللي انا سمعته؟ لا يا عم مش سامع حاجه. يا ابني شيري وبيري كانوا لسه بيقولوا ان عيد الحب قرب. دي فرصتك يا ابني. ايه الجديد في عيد الحب يعني؟ ما هو يوم زي اي يوم. يا ابني انت مجنون، عيد الحب ده بيبقى الدنيا كلها حب في حب. طيب وايه اللي مطلوب؟ المطلوب منك انك تروح تقول لسلمى دلوقتي انك بتحبها، هي دي الفرصة. بس برضه لازم تجيب هدية، البنات بيحبوا الهدايا يا ابني. وهجيب الهديه دي منين بقى ان شاء الله؟ انا بجد مش مصدقة نفسي، الراجل الوتوات لقيته فارش جنب المدرسة وعنده هدايا واو. قد ايه الراجل الوتوات ده حد كيوت. ده مش كيوت بس، ده كيوت خالص. اهو يا عم اديك سمعت. خلاص ماشي. وانا كمان هجيب هدية. هتجيب لمين؟ لا دي مفاجأة بقى. طب قول عشان انا اقول لك. طب قول انت الاول. خلاص يا جماعه، هعد من 1 ل3، واول ما اقول 3 انتوا الاتنين تقولوا مع بعض. اتفقنا؟ تمام. ماشي. 1 2 3. شيماء. شيماء؟ نهار اسود. بص يا معلم، عيب قوي لما تحب واحدة صاحبك بيحبها. طيب قول الكلام ده لنفسك يا عم. خلاص انتوا الاتنين بقى فكوكوا منها. تمام. تمام. أمولة حبيبة قلبي، ما تكسفنيش بقى يا دوحة. عامل لك مفاجأة في الفالنتين داي. كفاية بس اسمع صوتك يا دوحة، دي أجمل هدية. بابا بابا بابا. عايز ايه يالا؟ بابا انت طبعا عارف ان انت حبيبي. ما تخلص يا ولد وقول لي انت عايز ايه؟ هكون عايز ايه يعني يا بابا؟ اكيد عايز فلوس. ليه ان شاء الله؟ كنت عايز فلوس عشان الفالنتين. نعم. فالنتين يا ابو فالنتين؟ يعني مش هتجيب؟ لا مش هجيب. طب ما تزعلش بقى. اعلى ما في خيرك اركبه. اما عيل قليل الادب صحيح. ماما ماما ماما. خفت انا بقى كده. بقول لك يا ماما، هو بابا جاب لك ايه في الفالنتين؟ يا ابن اللذينه. نهارك اسود، جبت لي ايه يا راجل؟ انا اقدر انساك يا ام ادم يا حبيبه قلبي. طب اتفضل وريني. بقول لك ايه، ايدك على الفلوس وانا هطلعك من الموضوع ده. خد حر ونار. ماشي، مقبوله منك يا حاج. يا ماما اصلا الفالنتين لسه بعد بكره، وبعدين انا شفت الهديه اللي بابا جايبها لك، حاجه ايه الاغه. دايما ظلمك يا ابو ادم. يا ابن اللذينه، برضه لبستني في هديه علشان بعد كده تديني الفلوس على طول. حاج وطواط عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. ايه يا حاج وطواط، ايه اللي حصل لك وخلاك كده؟ والله يا ابني موسم الجريمة ضعيف اليومين دول حبتين علشان البرد وكده. والله الشغل مش عيب. وايه اخبار البنات اللي كانوا مخطوفين؟ ما هم كويسين، انا جاي لك عشان واحده فيهم اصلا. ايه اتخطفوا تاني ولا ايه؟ لا انا عايز اجيب لواحده فيهم هديه. مين؟ شيماء؟ لا سلمى. دي دمها واقف يا ابني، حبيت فيها ايه؟ مش عارف والله. بص، واحدة زي دي تجيب لها مسطرة، قلم رصاص، كتاب الاضواء. تفتكر هي هتحب الحاجات دي؟ اسمع كلامي. طيب اديني بقى تشكيله اقلام سنون على مساطر. الله ادم. ايه يا بوب جاي هنا ليه؟ ما انا قلت لك يا ابني بجيب حاجه لشيماء. بتفهم يا ابني والله. مش كده برضه يا استاذ وطوط، ولا انت مش معانا ولا ايه؟ يا ابني انت مش اتفقت مع عز؟ فكك من عز يا ابني، عز ما بيحبهاش، انا بحبها بجد. انت جبت لسلمى ايه على كده؟ مسطره وقلم سنون. انت راح تمتحن ولا ايه؟ ده عم وطواط بنفسه هو اللي اختارهم لي. بقول لك ايه يا عم الوطواط، ما عندكش ازازه ريحه رأفت الهجان ولا حتى عطر حلو كده؟ عندي يا حبيبي ب 80 جنيه. الله الله الله. ازيك يا عز؟ احنا مش اتفقنا يا بوب؟ انت ايه اللي جابك؟ مش احنا متفقين؟ حلو قوي الكلام ده. انا بقى هجيب لها وهنشوف هي هتختار مين. هو ده الكلام، ما بقاش الا الواد التوته ده اللي هيتكلم. ايه يا عبدو اللي جابك نواحي المدرسه؟ دوحة عاش من شافك والله. مفيش يا سيدي، سمعت ان الراجل الوطواط فرش فرشة حلوة. ايه ده؟ انا رايح له برضه. عايزين نفرح بيك بقى دوحة. ربنا يسمع منك يا ابو ادم. بقول لك ايه، عندك ايه حلو اجيبه لمراتي؟ خد الدبدوب الاحمر ده، بيست سيلينج. ما يضرش، هاته. طب هات لي واحد انا كمان. شايفة يا امونة، الراجل الوطواط بقى حاجات كتير قوي. اختفاء الوطواط. يا كلب هاتوه.
سلمى سلمى، ايوه يا ادم. اتفضلي. ايه ده؟ بمناسبة ايه؟ ده بمناسبة الامتحانات وكده يعني. تمام، شكرا. ايه يا ابني عملت ايه؟ مش هتصدق. عملت ايه؟ والله ما هتصدق. يا ابني قول. خدت الهدية. قشطه جدا، يعني وافقت. حاجة زي كده. طب انا بقى الحق ادي شيماء الهديه قبل ما بوب يديها لها. ماشي. وديتني وردي فرجيتها لصحابي، زرعتها على كتابي وضعتها على مخدي، ولكن تداريها ولا تعتني فيها، ضاعت الهدية، بس ان شاء الله مش هتضيع.